المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وكل عام وأنتم بألف خير. بحلول عيد الفصح المجيد النشرة العاشرة نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهل كالعادة بأبرز العناوين. نيافة الأنبا بطرس يوجه كلمة بمناسبة عيد القيام. تقوية خدمات رعاية الأمومة والطفولة في الكاشبركة. توسيع الخدمات الاجتماعية في دق زرقو. ماكرون يصدق على قانون إصلاح التقاعد والنقابات. روسيا تبدأ مناورات وتضع أسطولها بالمحيط الهادي في حالة تأهب قصوى. ألمانيا تغلق آخر 3 محطات طاقة نووية عاملة وسط معارضة للقرار. مرحبا بكم. وجه أمين كرسي باترياركية الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا بطرس كلمة بمناسبة عيد القيام، وقدم نيافته توضيحا حول الخلفية التاريخية لعيد القيام، مقدما أمنياته الطيبة للشعب الإريتري عامة وللمسيحيين خاصة بعيد القيام. ونصح التكافل مع المحتاجين في المأكل والملبس والترابط والتحابب في هذا العيد المجيد، وأعرب عن تمنياته ليكون عيد سعادة وللبلاد السلام. نظمت في مدينة غردات يومي 7 و8 من أبريل ورشة عمل لرفع الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة الولادة في المنازل المستمرة في كثير من المناطق وتحدث المخاطر بالأمهات والأطفال. وأوضح أعضاء مكتب وزارة الصحة في إقليم الكاشبركة في الورشة التي حضرها مدراء مديريات غردات ودقة ومنصورة بأن القابلات لازلن يعملن في القرى، ويجب على جميع قطاعات المجتمع المساهمة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة. ودعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم الكاشبركة السيدة يحدقة يوهنس المرأة عامة والأمهات خاصة المشاركة بوعي لدعم جهود الكادر الصحي. وطالب المشاركون لتأهيل وتدريب القابلات من قبل وزارة الصحة وجعلهن يقمن بأنشطة التوعية لفعاليتها ومراقبة ومعاقبة العاملات في الولادة التقليدية دون تصريح وزارة الصحة. وأوصى رئيس مجلس أقليم الكاشبركة السيد عثمان محمد علي للدفع بجهود التوعية لرعاية الأمومة والطفولة، وحث على العمل المشترك لوقف عمل القابلات لخطورتها على الأمهات والأطفال. حققت الجهود الجارية لتوسيع الخدمات الاجتماعية في دق زرقو بمديرية لوغو عنسبة نتائج مرضية. وأوضح السكان إرساء خدمات التعليم الابتدائي ومشروع مياه، وتجري حاليا عملية مد أسلاك الكهرباء لإدخال خدمات الكهرباء. وأشادت إدارة الضاحية بالدعم الحكومي لإرساء مشروع المياه. وذكر الكادر الصحي بأن العيادة التي افتتحت عام 2018 تقدم خدمات الصحة عامة والتطعيم ورعاية الأمومة والطفولة. تبعد ضاحية دق زرقو حوالي 54 كيلومتر من أسمرة. عقدت الشرطة سيمينار لطلاب ضاحية دماس في مديرية فورو للتعريف بالقانون والقيم والمساهمة لمكافحة الجريمة. وأوضح قائد شرطة المديرية الرقيب إبراهيم عمر في السيمينار الذي عقده يوم 13 من أبريل لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية القيم الوطنية ومهام وأهداف الشرطة، داعيا لمساهمتهم الواعية لمكافحة الجريمة. وشدد مسؤول مكافحة الجريمة السيد تولد السجيد على أهمية الدور الشعبي وخاصة الطلاب لاحترام القانون ومكافحة الجريمة. وقال مسؤول الشؤون التعليمية في مدرسة أدحنة المتوسطة والثانوية في فورو الأستاذ حامد إبراهيم إن السيمينار ضروري لتنوير الطلاب بالقانون، داعيا الاتحاد الوطني للمرأة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة للقيام بأنشطة تهتم بالطلاب.
كما طالب الطلاب للدفع بالأنشطة الشرطية للتعريف بالقانون وسبل مكافحة الجريمة. مشاهدينا، فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوما لإصلاح قانون التقاعد بعد ساعات من تصديق المجلس الدستوري على الجزء الأهم منه، وتضمنه رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، فيما دعت النقابات العمالية إلى طوفان شعبي في عيد العمال لإسقاط القانون. وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن إن إقرار القانون يعني أنه لا قالب ولا مقلوب في هذا المسار الدستوري. ورفضت النقابات العمالية لقاء الرئيس ماكرون، وتوعدت أحزاب المعارضة والنقابات بمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط القانون. وجاءت دعوة الرئيس الفرنسي للاجتماع بالنقابات قبل قرار المجلس الدستوري، وذلك بهدف استئناف حوار متوقف بين الحكومة والنقابات منذ 3 أشهر. وكان بيان صادر عن المجلس الدستوري أفاد بأن أعضائه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادي في حالة تأهب قصوى وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقا في أجواء تقارب مع بكين وتوتر مع الغرب. وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شويغو إن أسطول المحيط الهادي الروسي المتمركز في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى سيعمل خلال وقت قصير على تدريبات قتالية في مناطق بحرية قريبة وبعيدة. وخلال هذه المناورات سيتدرب أسطول المحيط الهادي على صد هجمات جوية مكثفة والبحث عن قواسات وتدميرها، وكذلك إطلاق نار من توربيدات ومدفعيات وصواريخ، كما ذكر شويغو خلال اجتماع مع كبار الضباط. وأوضح أيضا أن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم. من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات غير مرتبطة بوجود حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. اتخذت السلطات الألمانية خطوة تاريخية وتخلت تماما عن طاقتها النووية وسط أزمة طاقة خانقة، مما تسبب في معارضة القرار لأكثر من نصف الألمان الذين شملهم الاستطلاع الأخير. وفصلت السلطات عن الخدمة آخر 3 محطات طاقة نووية عاملة تخصص إيسار 2 بمنطقة بافاريا شرق البلاد، ومحطة الطاقة النووية نيكر فاستيهايم 2 وإيمسلاند شمال البلاد قرب الحدود الهولندية. تسبب هذا القرار على خلفية أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد في مناقشات وخلافات في المجتمع والدوائر السياسية في ألمانيا، والتي من غير المرجح أن تهدأ في المستقبل القريب. وخططت السلطات لإيقاف آخر محطات الطاقة النووية بحلول الأول من يناير من عام 2023، ولكن في ضوء حالة نقص الطاقة تقرر تمديد التشغيل حتى 15 من أبريل، ولن تمدد الحكومة الألمانية تشغيل المحطات مرة أخرى بعد هذا التاريخ. سجل فناني الأداء في ولاية آسام بشمال شرق الهند رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر أداء جماعي مباشر في احتفالات رونغالي بيهو التي ضمت أكثر من 11,000 راقص شعبي و2000 عازف طبول. وملأ آلاف الراقصين الشعبيين يرتدون ثيابا ملونة في عاصمة الولاية جوهاتي أثناء أدائهم أمام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وحصل سارما على شهادة من فريق جينيس للأرقام القياسية عن إنجازه أكبر رقصة بيهو وأكبر فرقة لطبل الدهول.
في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. نيافة الأنبا بطرس يوجه كلمة بمناسبة عيد القيامة. تقوية خدمات رعاية الأمومة والطفولة في القاش بركة. توسيع الخدمات الاجتماعية في دق زرقو. ماكرون يصدق على قانون إصلاح التقاعد والنقابات. روسيا تبدأ مناورات وتضع اسطولها بالمحيط الهادي في حالة تأهب قصوى. ألمانيا تغلق آخر 3 محطات طاقة نووية عاملة وسط معارضة للقرار. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفصح المجيد، ودمتم في أمان الله.